اثنين. والنهارده بيسعدنا يكون معانا الشيف سمير فايد. دايما الحقيقه بيقدم لنا كل ما هو جديد سواء كان من المطبخ المصري او من مطابخ العالم كلها. اهلا وسهلا بيك يا شيف. اهلا بيك، بتشرف بالشغل. كل سنه وانت طيب، ربنا يخليك يا رب يا شيف. والحقيقه زي ما قدمنا في فقره سابقه كان المطبخ المغربي المره اللي فاتت. النهارده لحد جبل طارق بالظبط، وقبليها الشام وقبليها الخليج. تمام. النهارده بقى ايه؟ قد البحر المتوسط. ايوه، وهنروح لايطاليا. ومطبخ الايطالي الحقيقه دايما بيحضر لنا مفاجآت. الحقيقه الواحد دايما موضوع المطبخ ده بيبقى عايز يكسر الملل. يعني الحقيقه بنحاول ان احنا من خلال فعلا مطبخنا ان احنا نقدم كل ما هو جديد. النهارده الحقيقه اطباق جميله جدا، يعني هي متغطيه بس انا شايفاها حاجات حلوه جدا. دايما بنساعد ست البيت على انها تكون بسيطه في البيت، تتعامل بهدوء مع الثلاجه، تتعامل بهدوء مع السوق اللي موجود. مرة نعمل الحالة الاقتصادية ومرة نتفرج عليهم شوية. بالظبط. فمرة كده ومرة كده. احنا قدمنا المغربي كان يعني وجبة كانت ريتش قوي. كان جميل. النهارده ان شاء الله ايطالي برد قوي لايت قوي. الجاية ان شاء الله زي ما قلت لحضرتك هتبقى في الهند ان شاء الله باذن الله. لكن دلوقتي مع ايطاليا يمكن الرز من الحاجات الاساسيه اللي احنا لازم يوميا يعني تقريبا لو الاسبوع بيبقى على الاقل 6 ايام الرز من الوجبات الاساسيه. ازاي ان انا اكسر بقى حته ملل الرز ده وان انا اعمل الرز بشكل تاني مختلف؟ احنا هنبدا حضرتك سلطه الخرشوف. دايما سلطه الخرشوف يعني يبقى احنا معانا النهارده عشان كل الساده المشاهدين يبقوا عارفين معانا سلطه الخرشوف، معانا الروزيتا اللي هو بقى الطبق المفاجاه اللي هنشوفه ازاي يبقى الرز ملون ده زائد البيف الجلاش. الاول هنبدا سلطه الخرشوف. طبعا الموسم بتاعه. الخرشوفه دي ب 75 قرش. تمام. يعني انا قلت للراجل انا عايز من الحلو، قال لي ده ب 75 قرش الواحده. طبعا الثمره نفسها جوه. ست البيت بقى تقعد تقول بيحبني ما بيحبنيش لحد ايه ما توصل لها. مش كده؟ فانا دايما بقول الخضار او الفاكهه الموسميه اللي هيخلص بعد شهر ولا حاجه. تمام. عندما يكون رخيص في السوق لازم ست البيت تحوشه او تخزنه او تفرزه. نخزن ازاي الخرشوف؟ احنا هنورقه خالص للاخر عشان من الوقت اللي هيبقى لحد الثمره. وبنجيبه احنا نغليه غلوه واحده، نحط نص معلقه بيكربونات في الميه. كربونات تغليه نص غلوه. ايه نص غلوه؟ يعني الميه تغلي مره واحده بس واقوم طافيه عليها. واطفي عليه واشيله في مصفى، ارجع ابرده بميه ساقعه متلجه عشان يحتفظ بنفس لونه. تمام. الحاجه لو اتسلقت حتى الخضار البازيلا الفاصوليا لما نيجي نسلقها نحط نص معلقه بيكربونات تفضل على لونها في الثلاجه مهما طال المده. 6 شهور 7 شهور هتبقى معاك. وبعدين الخرشوف من الحاجات الرائعه وغاليه. احنا اتكلمنا على الخرشوف بدايه من الورق. اولا ده يخص البطن وما تحوي الامعاء كلها والمعده والكبد والطحال كل حاجه. حديد. احنا نغليه بعد غسيل وغسله كويسه قوي بالبنجلات او في حاجه في الادخنه تتباع علشان نغسل بيها الخضار، لان احيانا ده في حاجه ما تراد بالعين المجرده. وبعدين نغليه نسيبه يبرد وناخد منه فنجان الصبح. ده ورق الخرشوف. ورق الخرشوف. ورق الخرشوف. احنا ما بنعملش ايه لو انا غليت ورق خرشوف؟ ده بقى بيبقى كويس عشان المعده، عشان الامعاء، الجهاز الهضمي بالكامل، الكبد كمان. فبيبقى حلو جدا للبطن. سبحان الله. يساعد على الهضم جدا جدا، يخلي الانسان يبقى ما فيش تقلصات، ما فيش اي حاجه. فهذه الميزه. التاني بقى في الثمره احنا ممكن نطبخه. لو القرصه نفسها الخرشوفه نفسها ممكن تعمل محشي بشاميل في الفرن مع لحم مفروم. ممكن يطبخ مع الدجاج على طريقه الشوام بالصلصه البيضاء يبقى برده كويس قوي مع ممكن بالصلصه الحمراء. وممكن بالصلصه الحمراء زي القلاص سواء في الدلتا او في اسكندريه. فالنهارده احنا معانا الخرشوف. انا سلقته بقى سلقه كامله لان هشتغل عليه، وحطيت معاه شويه توابل ملح فلفل كمون وشويه شطه بسيطه قوي، زيت زيتون وليمونه معصوره ومعلقه خل واحده. الخرشوف بيحب قوي الليمون. بالظبط كده. فاحنا هنقدمه بشكل طيب خالص. هو فيه الصوص بتاعه كده عملناه اهو. ده بعد عصير الليمون بعد كل حاجه. واحنا بقى اللمسه الاخيره لا تاتش الست البيت بنقول عليها اللي احنا هنجمله معاها بيكون معاك انت حاجه عاكس للالوان. ده فلفل احمر واخضر والبصل الاخضر كمان هنزوقه شويه بالشكل ده كده. جميل. اهو. وبعدين نديله اخر لاست تاتش فيه
الطماطمية ستار، توماتو ستار كده، ويبقى ده طبقنا النهارده. جميل. طبق سلطه، ما بناخدش حاجه. تمام. ونغير يعني مش شرط ان كل مره سلطه خضراء او سلطه طحينه او الحاجات اللي احنا معتادين عليها. مخرجنا احمد جاي بالطبق. جاي بالطبق، وزي ما احنا شايفين ان الطبق جميل جدا. ده طبق الخرشوف. ويبقى تغيير ان احنا نعمل نوع تاني وكويس وسهل وحديد الحقيقه من يعني قيمته الغذائيه عاليه جدا الخرشوف. معانا الطبق الثاني اللي هو هيبقى البيف جولاش، ده لحم البيف جولاش. بيف جولاش. ده بيبقى تعبير مطبخي. الجلاش حاجه ثانيه اللي انت ما انا قعدت اقول اسال حضرتك قبل الحلقه جلاش قلت لي لا ده مصطلح غربي. الجلاش ده لحم البقر. لحم البقر بيتقطع مكعبات من اي قطعه في اللحم، بيكون يم السمانه يا وش الفخده، وده بيكون بقري. بيتقطع كيوبس او مكعبات او اكبر شويه، وبعدين ناخده نجلجل زي ما بيقولوا عليه، ونرش رشه دقيق او تعفير دقيق الاول وهو كده، ويكون في طاسه كبيره او على الشوايه ونقلبه، وبعدين نشيله تاني في الحله مع بصل وفلفل اخضر وفلفل احمر، فيقوم يعمل الصوص بتاعه. انا الفه بقى ايه؟ فعلا رشه الدقيق دي بتعمل صوص بني طعمه جميل. بيبقى سميك بالظبط، يربط. نضيف بقى بعد كده شويه ميه وشويه ميه مع الدين الجلاس او الصلصه البني اللي احنا متعودين نسميها. هنشوف مع بعض ان شاء الله دلوقتي البيف بتاعنا هنحطه في الطبق بتاعه. التتبيله بقى بتاعتها كانت ايه؟ انا قلت لحضرتك في البدايه خالص احنا بنعفرها بالدقيق بالظبط كده، ونحط بقى شويه سمنه او زيت في الطاسه، او لو كان هيبقى على الجريل ستانلس الشوايه الستانلس هتديها زيت برضه، ونحط عليها البيف ونقلبه. بعد كده ننقله في الحله اللي احنا هنشتغل فيها او الطاسه اللي احنا هنشتغل فيها، وبعدين نديله البهارات بتاعته. هو بينزل الصوص بتاعه. بهاراته بقى اللي هي ايه؟ الملح والفلفل والكمون العادي خالص. لكن احنا بقى عشان ايطالي هنحط بقى شويه روزماري كمان. روزماري الحقيقه بيبقى جميل. وشويه ريحان. دي كميه اللحمه اللي احنا هنحطها. لو اي حد بيسال يقول يا ترى انا ما بعرفش اطلع الصوص البني ده، ادينا بنقول ازاي ان احنا عملنا الصوص البني. اول حاجه تعفير اللحمه نفسها، واحنا بعد كده بنشوحها على النار على طول بتدي لون غامق. الخضار بتاعنا بقى انت عارفه ان في بصل بيبقى بيبي اونيون اللي هو زي كده. هي في اكل عن البصل اساسا. طبيعي الايه؟ كوارما او الاوارما. فاهمين ازاي؟ ده بيبقى كده. كمان المغربيه في اكل اسمها مغربيه. تمام. نحط عليه الخضار. ده كرنبيط صغير. كمان بصل بيبي خالص صغير. والجزر ده عشان الالوان بتاعته الجميله. ونحط عليها جميل خالص. دي وجبه حلوه قوي قوي. شتويه جميله واكل ايطالي جميل، بس هو لايت يعني ما فيش حديث ولا حاجه. وجملناه بالشكل ده. ونرجع احنا نكمل له ايه؟ الديكوريشن بتاعه بالاورنج. ايوه انا متشكر عليك بتساعد الكاميرا. شفتي ازاي البيف والجلاش مع البيبي اونيون. طول ما في برتقال لازم نزين اطباقنا البرتقال او الليمون او الجريب فروت، اي حاجه تدي مزازه مع الاكل تديها نكهه وطعم جميل جدا جدا. كده احنا جملنا الحقيقه شكل جميل جدا جدا للطبق. هيبقى مكانه رفعته اهو. ده طبق البيف جولاش اهو زي ما احنا شايفين. الحقيقه الصوص بتاعه مع الخضار البيبي اونيون والكرنبيط والجزر بيبقى شكله كده جميل قوي قوي. احنا نعمله بقى ده تاني طبق احنا بنعمله. خلصنا سلطه الخرشوف نعمله الباستاتشو فد حضرتك كده. ده هنديله برضه سكسي قوي، فبيبقى بيديله طعم كويس وجمال شكل جلسه جماليه. اللي هو الفلفل الاحمر والفلفل الاصفر وممكن الاصفر. تمام جميل. دلوقتي بقى هنبدا مع الطبق هو روزيتا، بس طبعا عشان الاستوديو فيه تكييف وبارد فتلاقي برده شويه. احنا نطلع بقى الفورمه. بنفرد بقى المفاجاه الحقيقه طبق رائع من الرز لكن بشكل مختلف خالص خالص. الحقيقه شكله احنا قلنا بورق الورد. انت عارفه ان فيه عصير ورد. تمام. وفيه معظم الاكل في اوروبا او بعض الاكل في اوروبا يتعمل بورق الورد. تمام. ورق الورد ليه مزازه كده عشان نعلي شويه عشان يبقى باين معانا. ورق الورد ليه مزازه بيبقى كويس قوي.
وزي ما قلت لحضرتك بتقدم في تركيا، لو بتشوف المسلسل التركي هتلاقيهم بيقولوا عايزين عصير الورد. لا جميل قوي. يعني انا يمكن لو اي حد لسه فاتح التلفزيون يعتقد ان الشكل اللي قدامنا دي تورتايه، الحقيقه دي مش تورتايه، ده طبق رز. ده رز بقدر الامكان يكسر الحاله اللي الناس فيها. اكيد دلوقتي المشاهدين قاعدين بيقولوا طب انتوا قدمتوه، احنا عايزين نعرف ده اتعمل ازاي. لا هنقول، احنا مش هنضيع وقت كتير وهنقول لك على ايه، على السر. والجميل على فكره موضوع التزيين بالورد ده حاجه جديده. تمام. زي ما احنا شايفين كده عندنا لمسه جماليه وحيده اللي هو الفلفل. تمام. اللي دايما احنا بيساعدنا في الديكور. طبعا مصورنا الجميل احمد. الحقيقه منظر طبق رز رائع، ده ممكن الواحد ياكله كده الحقيقه مش عايز اي حاجه معاه. من كتر ما هو شكله جميل ويفتح النفس بصراحه. الروزيتا الايطالي، الرز الايطالي بيكون سولوايت، او في نوع من الرز الاسترالي بيكون سولوايت، هو نفس الرز البلدي بتاعنا المصري، ولكن الحبه منه قد 3 حبات من عندنا. فلما هتستوي هتبقى قد 6 حبات، فهي رز بلدي عادي ولكن بيبقى ريتش شويه، او الحبايه غنيه شويه. فده الرز بتاعنا. ما شاء الله، شوف انا اول ما اشوف على الشاشه. لا جميل. لا حضرتك لنا بقى انا ازاي اللون الاحمر. اولا في لون احمر من تحت خالص، مش عارفه الساده المشاهدين يا ريت يشوفوه، ان في لون احمر اول رائع عاملينها هو اللون الاحمر، وبعدين اللون الاخضر اصفر ابيض، الوان الطيف، الوان الطيف اهو زي ما احنا شايفين ان في لون احمر اهو. بنحاول ان احنا نوضح اللون الاحمر ده عملته ازاي. معلش احنا بنجيب الاول الطماطم الطبيخ زي ما قلت لحضرتك في السوق رخيصه دلوقتي. احنا ممكن نجيب 2 كيلو او نعصرهم خالص ونصفيهم من البذر قوي. ده ايه ده؟ طماطم من السوق، طماطم الفريش. لا دلوقتي سعرها حلو. ونديها كمان معلقه صلصه العبور عشان تديها اللون الاحمر الزياده. تمام. بس برضه مش هتطلع حمراء. معلش مش هتطلع حمراء قوي بالشكل اللي انا شايفاه ده. انا مش هخبي عليك، لازم يكون في مطبخك بعض الالوان اللي تساعدك على الحاجه الشيك، الحاجه اللي تسر العين. انا كمان شايف لازم يكون عندي في المطبخ الفود كلر. تمام. زي الحلواني بيبقى عندي لون الفستق، لون الاورنج، لون صفار البيض. الحاجات دي بتبقى امنه صحيا؟ لا دي من الاعشاب الطبيعيه. من الاعشاب الطبيعيه. وده طبيعي، انت هتشتري من العطار مش هتجيب لك زفاف. تمام. طب اشتري ايه بقى عشان اعمل اللون الاحمر الفوشيا ده؟ لون الورد. لون الورد. يعني اروح للعطار اقول له انا عايز الروز والاصفر ولون صفار البيض. دي حاجات مكسبات طبيعيه جدا 100%. يعني اروح اشتري مكسبات طعم ولون. والاخضر انت بتعمليها زي ما قلت قبل كده. الحقيقه جربت السبانخ اخترع رائع. السلق والسبانخ تديهم غلوه توصليهم في الخلاط ويتصفى بمصفى ناعمه قوي، مصفى حرير يديك اللون ده. بيدي لون اخضر. فده الروزيتا بتاعنا النهارده. والاصفر برضه ده هروح من عند العطار. الاصفر صفار البيض والكركم العادي. الكركم من البهارات العاديه. تمام. فانت بتعملي بقى ايه؟ الكسر النص الصغيره اللي عندك بتاعت البيبي هتعملي كل اللي بول وترز مثلا شكل وتخليه زي كده. طيب احنا كانوا بيوصونا قبل الحلقه ازاي نخلي الرز ملون كله مع بعضيه في البدايه. زي صديقتنا قالت احنا نطبخه عادي ابيض. واحنا عندنا اللون بيكون لون واحد بس. هيبقى لون ايه؟ الورد مثلا او الروز او صفار البيض. وهو الرز مستوي خالص متغطي، نحط شويه على الوش ونغطيه تاني. طب انا هستاذن حضرتك معانا تليفون. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام. يا ريت تعلي بس الصوت. حاضر يا فندم. السلام عليكم. برحب بالشيخ سمير. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. طب اتعرف عليكي اسمك ايه؟ شيرين مع حضرتك دكتوره. اهلا وسهلا بيكي. عشان انا يعني بحبكم في ربنا يخليكي يا شيرين، دايما منورانا. ايه رايك؟ عوض اللي فاتني من برامجكم الجميله دي. ربنا يخليكي. فانا كنت عايزه بس اقول للشيخ طبعا بارك الله فيك وفي المعلومات القيمه دي. مش مجرد بس طبخ، لا ده طبخ بفن ان شاء الله وبعلم ما شاء الله. ربنا يبارك في علمك. لا يا ستي انتوا تستاهلوا كل خير. مشاهدينا الكرام يستاهلوا كل خير. احنا بنقول حاجه بنعملها كلها من كل النواحي حتى السعرات الحراريه. ويسلم سوريا الشقيقه. ربنا يا رب ينقذها ويحقن دمائهم يا رب. في جميع انحاء العالم ان شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك. وكنت عايزه بس اقول اضافه كده بسيطه انه ممكن يعني الله اعلم ان اللون الاحمر دوت نعمله بميه البنجر، سلق البنجر. ينفع ولا هينفع؟ الله ينور. ايدك في هذا. لان انا قال لي الطماطم قلت له هتدي رز لكن مش هتدي احمر.
انا باخد الطماطم بديها علشان تبقى ايه، تبقى تقطع الطماطم. وبالنسبه للاصفر ممكن الكركم. تمام. قلت للاستاذه كده الكركم لون صفار البيض دي كله من المكونات الطبيعيه. الكركم على فكره وفي الكاري برضو من البهارات الجميله جدا جدا واللي بتدي لون اصفر جميل. وكنت بس عايزه اسال حضرتك بالنسبه لصينيه القرع العسلي، لان انا عملتها بس حاسه ان فيها شيء مش مظبوط، فعايزه حضرتك تقولها لنا كده بالطريقه بالتفصيل. هي طعمها طلع حلو بس وانا بطلعها من الصينيه مش بتطلع القطعه بتاعتها كده، لا بتطلع كانها يعني لينه، فانا عايزاها متماسكه. الصينيه تعملها حلو ولا حادق؟ لا حلو، صينيه قرع عسلي حلو بالبشاميل الحلو. عايزه حضرتك تقولها لنا بالطريقه السوريه الجميله بقى كده بالطريقه السوريه الجميله. اولا القرع العسلي بيكون ليه. طب في اي اسئله ثانيه يا شيخ؟ شكرا يا فندم، ربنا يخليك. انا بشكرك جدا نورتينا، ويا ريت تتابعي وتعرفي حاسب ورا الشيف. حاضر. شكرا. القرع العسلي بيكون ليه جلده سميكه قوي، لازم الاول نقشرها تقشيره كبيره شويه، ما نبخلش، ما نعملش ناخد القشره، لا نغور شويه في القشره عشان ناخد القرع الحلو من جوه. يعني هل دي تبقى مرره شويه؟ بالظبط وهي دي اللي تاثر في السوا شويه. تمام. احنا بنقطعها يعني يا كيوبس يا اكبر شويه، مربعات شويه. احنا بنخلي نقطع ونحط في الصينيه ونحط نحطها في الفرن. تمام. انت فاهمان ازاي؟ احنا بنسكرها، هي مسكر بس احنا بنزيده كمان شويه ونشوف هي بتضيف عليه اضافات. بنسكر احنا بنقطعه وبعدين بنحط عليه بنسلقه وبعدين بنحط عليه سكر. لازم انا بصراحه عمري ما عملت لازم نسلقه شويه ميته ونحط عليها سكر عشان هو بنضيف له السكر بتاعه عشان نحليه اكتر شويه. تمام. ونحطه في الصينيه. احنا كمان في الشام بيحطوا عليه مكسرات، شويه مكسرات ولا حاجه عشان يخلوه الفستق الحلبي، العين جمل، الحاجات زي دي. طب هي المشكله بتاعتها ان هو ما طلعش قطع يعني متماسكه. ما هي ما تزودش في السوا، اذا كان هيتسلق بس كده بالظبط كده. خليه يبقى معاكي مشتري لين. خليه عشان انت اعملي 50% بره و40% في السوا عشان انت بتاكلي تحسي بطعمه زي ما انت شفت البطاطا لما تسويها او تعمليها شويه في الفرن لازم تمتليها تطلع معاكي كويس. تمام. فهي بس ما تسويش، هي نص في المية 50% في السليق الاول. لما تخش في الصينيه مش لازم تسويه على الاخر، اما يطلع هو هيتاكل معاك بس يبقى يتمسك بالشوك. يعني يا شيرين احنا بنقول لك ما تزوديش السوا بتاع القرع وانت بتسلقي السكر وانت ذوقك في الحشو بتاع القرع العسلي بس بيتعمل حادق وحلو. احنا عملنا قرع العسلي مع الكسكس المغربي لما بيتعمل بالصلصه بتعمل كده بتعمل كده. تمام. ان شاء الله بقى لو كده مره نبقى نقدمه. ليه لا دي وجبه غنيه جدا وشتوي السعرات الحراريه عاليه خالص. ان شاء الله النهارده كل وجباتنا احنا عملناها استحسنت. احنا عايزين مره ثانيه نتكلم على الالوان، ازاي ان احنا عملنا الالوان برضو هنقولها مره ثانيه، لان الحقيقه الطبق اللي مقدمه النهارده الشيف فعلا انا همسكه في ايديا كده اهو عشان يبقى واضح قوي. يعني زي ما بقول اول مره الناس تفتكر دي تورتايه او حاجه كده، مش تورتايه، ده رز الحقيقه ملون. والحقيقه ده ممكن ان احنا مثلا اولادنا اللي بيعذبونا احيانا الاطفال الصغيرين، لا مش عايز اكل تاني، لا حاولنا ان احنا بدل ان القيمه الغذائيه عاليه وان مكسبات الطعم من الحاجات الطبيعيه بيحبوا التحايل بالظبط، ده ممكن نتحايل عليهم زي ما بيتحايلوا علينا. فنعمل الاكل ملون، الشوكه كمان تكون ملونه، المعلقه تكون الطبق يكون انت شفت الاطباق بتاعتي كل طبق من شكل. ده كويس قوي للاطفال. تورته جميله كان ناقص بس نجيب شبع بالانسه. الميه نحطها في الميه شوفوا حاجات ميه بعد الفتره بتاعتها هتبقى. عايزين نتكلم على الالوان مره ثانيه. المشاهدين بتسال ازاي اعمل الالوان. قوي احنا في الحاجات الطبيعيه مفيش احسن منها. تمام. لما نيجي نعمل الرز الاخضر وحضرتك كنت عاملاه في البيت انت قلت لي طلع حلو جدا. لازم رغم ان اولادي ما بيحبوش السبانخ فلما حطيته طبعا مش باين فيه طعم جميل هم اكلوا سبانخ في نفس الوقت اكلين حاجه حلوه رغم ان هم مش بيحبوها. والسلق كمان دي حاجه جميله. السلق والسبانخ احنا هنسلقهم. لو كانت انت عايزه الرز يكون غالي شويه يبقى هنسلقهم في شوربه. لو انا عندي شوربه فراخ شوربه لحمه نسلق السبانخ في الشوربه مع السلق كمان. تمام. يتصفى كويس قوي ناخد ميه السبانخ لان ميه السبانخ خضراء لون الجميل الزرعي. الرز بقى بنعمله ازاي؟ على النار انا بقلبه لوحده الاول مع السمنه والزبده او الزيت اللي انا ايا كان يعني. تمام. ويكون كمان الشوربه بتاعته الخضراء تكون سخنه بتغلي. تمام. واطفيه بيها
اذا كان ده بيخرج زي الازاز وخلاص اتحمر والصوص بتاعه بيغلي، انا هغطيه عدي من 1 ل 6 دقائق بالظبط ينضج الرز. ده في كسرونه لوحديه. الاصفر نفس الشيء، انت قلتي الكاري، الاستاذه قالت ايه؟ قالت الكركم. ومش هنستغنى عن بعض الحاجات التوابل الثانيه. ولو انا عندي الفود كلر اللي هو صفار البيض، ده بيستعملوه الحلوانيه على فكره. بس معلش صفار البيض، صفار البيض يعني انا هو اسمه صفار. لا ده هو اسمه كده. هو اسمه كده. بس حضرتك قلت صفار البيض، دايما على صفار عايز فانيليا، عايز حاجه. ده لون صفار البيض يعني ما اروح اقول له عايزه صفار البيض، وحتى هيبقى مكتوب عليه من بره مكتوب عليه لون صفار البيض. تمام. هنحط برضه الميه تكون بتغلي او الشوربه، والرز يكون بيتقلب على النار ونطفيه بيها، ده هيبقى رز اصفر لوحده زي ما بنعمل الرز العادي بالظبط. الرز الاحمر انا خليته احمر زياده عن اللزوم لما انا استعملت الفود كلر بس على طرف المعلقه. على طرف المعلقه. انما هو معجون طماطم صلصه عاديه وطماطم المضروبه في الخلاط. البنجر شيرين قالت البنجر. واخدنا معلومه من صديقتنا. ممكن البنجر يعني برضه هنجربه ونشوف فعلا البنجر هيديكي نفس اللون ده. لا انا معلش بعد اذن حضرتك عايزه معلقه اوري، لان اللون هل في رز تاني احمر ولا هو؟ ايوه لا كتير خالص. لا انا عايزه بس اوري الساده المشاهدين لان هو فعلا مش واضح. يعني انا في طبق يا جماعه اهي، انا عايزه اهو معانا زميل احمد مدير التصوير، يا ريت يا احمد اهو ده رز، ده اللي معايا ده رز اصفر ورز احمر. احنا شايفين اللون الاحمر، لون الحقيقه لون رائع يعني. وبعدين معلش انا هستاذن حضرتك وهدوق عشان هو لسه اتفضلي يعني يا ترى طعمه زي شكله كده، لان فعلا شكله في منتهى الجمال يعني. ان شاء الله احنا حاسين ان تورتايه مش استحاله تكون دي طبق رز ابدا يعني. هيبقى طعمين مختلفين على بعضيهم طبعا عشان الاستوديو بارد شويه. والله العظيم طعمه حلو جدا. جميل بهنا وشفا. احنا كنا بنتكلم في المره اللي فاتت على السعرات الحراريه. تمام. ال 100 جرام من الفول المدمس يحتوي على 72 سعر حراري. 100 جرام من الخوخ يحتوي على 51 سعر حراري. 100 جرام من البرغوث يحتوي على 52. اذا اللي انا عايز اقوله الفاكهه الطبيعيه في موسمها ناكل ما نخافش منها. التين كمان يحتوي على 40 سعر حراري. يقول لك السكر فيه عالي قوي لا 40 سعر حراري بس. فاحنا بنقول الانسان الجسم يحتاج 1200 سعر حراري يوميا، ولكن انا بحرق قد ايه؟ فاذا حرقتهم بعد شويه محتاج تاني اقوي، محتاج تاني سعرات. احنا قلنا الرياضه مهمه جدا، عشان كده قلنا معلومات رياضيه النهارده ان احنا نحاول نمارس رياضه. فان شاء الله احنا في كل مره احنا هنقول معلومه للساده المشاهدين على اساس يبقوا موثوقين القوام رشاقه. يبقى الحاله الاقتصاديه تفرض علينا ان احنا لازم نعمل رجيم؟ لا احنا ناكل كل حاجه. احنا ننتقي اولا الحاجه اللي ناكلها، وزي ما احنا شايفين ان موضوع الديكوريشن اللي احنا بنعمله في الاطباق ده هو عشان العين تاكل قبل الفم بالظبط. هو الحقيقه بيفتح النفس. وبعدين احنا بنحط مثلا زي الشيف، ما هو حاطط لنا هنا ايه؟ حاطط مجرد ان خضار سوتيه. طب ما الخضار السوتيه ده عمره ما هيزود وزننا، بالعكس. برضه من الحاجات اللي عايزه اقولها لحضرتك، كتير بيسالوني الخضار السوتيه كتير بيعملوها البخار، والبعض الاخر يقول لك لا لازم الاول تشوحه الاول في زيت وبعد كده، يعني احيانا الناس ما تبقاش عارفه. المقصد من السوتيه يا استاذه ان انا ما يبقاش فيه سعرات حراريه، مش عايز اديله زيت. نعمله ازاي عشان يبقى متماسك؟ البخار انت قلت المعلومه. ايوه اصل الكوسه دي عباره عن ميه. لو انا حطيتها في مصفى وغطيتها وهي تحتيها في ميه بتغلي يبقى كده خلاص. لو انا بقى حطيت عليها ملح وفلفل واكلتها دي جميله جدا. الجزر نفس الشيء، الكرنبيط نفس الشيء. لكن لو انا لسه هتجزع منه نص معلقه زيت زيتون واخليه في طاسه سوتيه بعد كده واديله بس بهارات خفيفه قوي. احنا بنقول ابعدوا عن الابيضين الملح والسكر. تمام. فانا بعمل الزعتر ممكن في حاجات كتيره قوي. الخضار السوتيه عباره صحي، عباره صحته كويسه. ما فيش بقى لا مغص ولا حاجه ولا صوص ولا صلصه ولا تسبيكه. احنا في مصر اتعودنا الطبيخ اذا ما كانش مسبك يبقى ملوش طعم. ونعم الخضار زاد يعني اسعاره زادت. معلش لكن الحقيقه مهم جدا جدا ان احنا حتى يبقى فيه غذاء. دايما بقول ربنا علينا المراه هي طبيبه الاسره. صحيح. لان هي اللي بتوقف في المطبخ، هي اللي بتحط العناصر الغذائيه، ازاي ان هي تجمعهم، ازاي ان هي تحبب ولادها في الاكل، يبقى في ثقافه للاكل. مش مجرد ان انا اكل وبس.
بطني. لا لازم تبقى طريقه الاعداد السفره جميله، الاطباق نفسها بيكون شكلها جميل، القيمه الغذائيه زي ما احنا بنشوف بنحاول ان احنا من خلال حاجه خبره الشيف ان هو كل مره بيقدم لنا كل ما هو جديد، حاجات جديده لكن حاجات في نفس الوقت قيمتها الغذائيه عاليه وحاجات كلها صحيه. زي ما قلنا خرشوف متوفر دلوقتي في الاسواق، يا ريت ان احنا يعني نتمنى يبقى ارخص من كده، يوصل 50 قرش والله في ب 50 قرش بس هتبقى صغيره شويه، مش مشكله، المهم ان القيمه الغذائيه موجوده معانا جدا وكل واحد حسب الفكره او قش الغراب او المشروم او الشامبينيون احنا قلنا بكل اللغات اهوت. تمام. فليه لا ما يكونش عندي انا كام خرشوف وافرزه في الفريزر ولما احتاج منه اجيبه، سواء هاكله سلطه او في الشوربه. دايما الاجانب على فكره من اكتر الخضروات اللي فعلا بيهتموا بيها اهتمام غير طبيعي الخرشوف والسبانخ. يعني دايما في كل حاجه حاطينها هو عشان القيمه الغذائيه بالظبط، ده اللي انا عايزه اقوله، رغم ان احنا بنشوفهم مش مليانين يعني هو ما فيش حاجه اسمها رز. تمام. ولذلك هم بره متقدمين، احنا ليه بنروح السوق نجيب كل واحد 5 فرخات، هو بيجيب يا صدر يا ورك شريحه لحمه واحده نص رغيف عيش وهكذا الاشياء في السوق، فهو بياكل على قد اللي يحتاجه الجسم. تمام. الحقيقه منظر الرز اللي احنا عملناه النهارده مره تانية بنؤكد للساده المشاهدين اللي بيتابعونا ان الرز اللي معانا ده هو كله من حاجات طبيعيه، يعني ما فيهوش اي حاجات مضره للصحه، بالعكس كل الحاجات الطبيعيه. قلنا الرز الاخضر بنستخدم ممكن فيه السلق والسبانخ، قلنا الرز الاحمر ممكن البنجر ندخله فيه ممكن الطماطم او المعلومه البنجر ان شاء الله، او لو احنا العطار نجيب اللي حضرتك قلت عليها اللون الاحمر اسمه ايه؟ رز. انت عارف حضرتك العطار بيبقى عنده في من الاشوار الشوال اللي بيبقى محطوط في ورد ناشف كمان. تمام. طب وده فايدته ايه الورد الناشف؟ والله بيبقى يدي طعم زي الروزماري، ما الروزماري مسكر. الروزماري كمان مسكر. انا الحقيقه فوجئت فعلا عند دايما احنا يمكن بنمر الكرام من حوالينا جزء العطاره وجزء، الحقيقه انا فوجئت ان في حاجه كده في شوال يعني شكلها شكل المكرونه. فبقول له ايه المكرونه دي يعني؟ دي هتلاقي حاجات شاينيز بتتقلي لا ايه؟ ايوه بالظبط. قال لي دي بطاطس، قلت له يعني يا ريت باذن الله حتى تجيبها لنا بره. بالسحر انت عارفه الصين انا زي الفشار يعني انا فوجئت وصغيره الحجم هي مدوره هتكبر شكل المكرونه بالظبط. فبقول له ايه ده؟ قال لي لا دي بطاطس. قلت له يعني ايه بطاطس؟ قال لي ايوه حضرتك حطي بس معلقه زيت، حضرتك الحبه اللي قد كده لقيت عندي كميه غير طبيعيه. ممكن ما تعملوش تقدير في الطاسه فتلاقيها تبتل. انا ما اعرفش، انا بقيت استخدمها قلت من باب ايه الواحد يعني حاجه جديده، انا احب جدا التجربه. انت شفت الحجم اللي شفتيه ده؟ في كمان خبز هندي في عند العطار بنفس الحجم او اكبر شويه من دقيق الرز، مش من دقيق القمح او الذره، برضه بيكبر نفس الشيء. ان شاء الله في الوجبه الهندي هنجيبه يا ريت في الوجبه الهندي. يعني كل حاجه غريبه كل حاجه جديده. هو بس احنا عايزين نغير لست البيت نكسر قاعده ان احنا لازم رز وخضار رز وخضار رز وخضار مكرونه كده كده كده. فاحنا عايزين دايما نبقى الحاجات بسيطه جدا جدا. يعني انا اخر الاسبوع عندي في الثلاجه انضفها خالص واعمل طاجن ترلي بالموجود ونبدا. مشكله الترلي في حاجه بعد ست البيت ما بتعمل الترلي ما تلاقيش اي خضار بعد تاني يوم تقدر تطبخه. ده يوم الجمعه ما بقول لحضرتك يوم السبت لازم تروح السوق. نقلبها سمك بقى عشان احنا نقلبها فول نروح الحلقه سوا. على العموم احنا بنشكر حضرتك جدا وبنقول لكل ساده